ازيكم يا شباب؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم. خلاص داخلين على العيد، في افلام كتير جدا نازله في العيد، فكنا عايزين نتكلم عنهم شويه كده، نقول نسبه حماسي ليهم، ايه الافلام اللي انا ناوي اتفرج عليها، وايه الافلام اللي نازله اصلا، عشان لو انت حابب تخش السينما في العيد ان شاء الله، او حتى تقعد في البيت، لان انا هقول لك افلام السينما وافلام المواقع. نبتدي باول فيلم شقه. الفيلم من بطوله عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، الفنانه القديره يسرا، ومعهم كمان امينه خليل وعباس ابو الحسن. الفيلم فيلم اكشن تقليدي، انا اتفرجت على الاعلان، الاكشن فيه حلو جدا، فيه ستايل هوليوودي شويه، بيتكلم عن صديقين الاتنين مشتركين في اعمال اجراميه، تقريبا تجاره بالاعضاء، بيتورطوا مع عصابه كبيره جدا بقياده يسرا، والاتنين بيحاولوا يشقوا طريقهم للنجاه من هذه العصابه. هو الفيلم الاكشن الوحيد تقريبا اللي نازل في العيد ان شاء الله، ومن الاعلان بصراحه انا متحمس ليه جدا. نخش على الفيلم اللي بعده، هو فيلم كوميدي اسمه على الماشي. الفيلم من بطوله علي ربيع، كريم عفيفي، وصلاح عبد الله، وآية سماحه. الفيلم بيتكلم عن شخصيه علي ربيع، شخصيه كسولة جدا 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 في حياتها، بيعاني من مشاكل كتير بسبب كسله ده، بيلاقي انه بيجيله مرض ما بيخليه انه لازم يمشي باستمرار والا هتجيله جلطه في الدم. بيتعرف على البنت اللي هي آية سماحه، مدمنه رياضه، بتحب النشاط، بتحب الحركه، وبتنشأ ما بينهم قصه حب غريبه جدا، وبتتوالى الاحداث على كده. بصوا، انا لو افلام علي ربيع بالذات لو اتدفع لي فيها فلوس عشان اخشها مش هدخلها، فاهمني؟ انا بكره تمثيل الممثل ده، مش بكرهه شخصيا، هو على راسي من فوق، بس عمري ما ضحكت على افهاته، عمري ما حبيته. دايما بحس ان افلامه متكروته كرنجيه، صعبه جدا انها تتشاف او تكملها للاخر. افلام معموله للعيد، وانس اللي انت اتفرجت عليها هتنساها، ما بتتحطش جوه الذاكره او بترجع لها تاني بعد كده. ومع ذلك مع كامل احترامي ليه، انا عارف ان ليه جمهور كبير جدا، الناس اللي حابه تتفرج على الفيلم ده اديني بقوله لكم اهو، وشكل الفيلم من قصته بصراحه لذيذ. نخش على الفيلم اللي بعده، هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه. الفيلم من بطوله هشام ماجد، هنا الزاهد، وبيومي فؤاد، معهم كمان محمد ثروت وطه دسوقي. الفيلم بيتكلم باختصار عن العيله دي فقيره معدمه، بيحصل ما بينهم مشاكل كتير. العيله مكونه من اب وام اللي هم هشام ماجد طبعا وهنا الزاهد، ومعهم طفل صغير. بالصدفه بيكتشفوا بوابه بتاخدهم للاكوان الموازيه، بيروحوا لعالم موازي، هم نفس العيله بس غنيه جدا وثريه ثراء فاحش، ومؤدبين ومحترمين، عكس التصرفات البيئه اللي هم بيعملوها. فبيحصل تبديل كده للازواج وللشخصيات، وبيدخلوا وبيخرجوا من العوالم الموازيه، وزي ما تقول كده بيحصل جنون، مش زي افلام مارفل، بس في اطار كوميدي لذيذ جدا. الفيلم فكرته حلوه جدا، انا متحمس له جدا، ده اكتر فيلم انا متحمس له في عيد الفطر، بسبب ان انا بحب هشام ماجد، وغير كده الفكره بتاعته فيها كرياتيفيتي شويه. عايز اعرف هيتناولوها بشكل كوميدي ازاي، هيعملوها ازاي، هيوصلوا لنا الضحك ازاي. بس كده انا متحمس جدا للفيلم ده، وارشحه لك بقوه لو انت نازل في العيد سينمات. نخش على الفيلم اللي بعده، فيلم السرب. الفيلم من بطوله احمد السقا وعمرو عبد الجليل وقصي خولي وهند صبري ومصطفى فهمي وشريف منير. الفيلم ده يا اخوانا من سنه 2020 بيتصور، المفروض هينزل في 2021، وبقاله فوق الاربع سنين بيتاجل، ولغايه اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دلوقتي انا مش متاكد نازل في العيد ولا لا. الفيلم حرفيا ما نزلوش بوستر رسمي، اللي نزل له البوستر اللي قدامكم دلوقتي. الاعلان بتاعه نزل من تقريبا من سنه ونص ولا سنتين، وكان تيزر صغير وما نزلش اعلان رئيسي، ولغايه اللحظه اللي بكلمكم فيها ما نزلوش اعلان، فانا مش عارف هل هينزل ولا لا. موقع السينما بيقول انه نازل في العيد، وانه من ضمن افلام العيد، بس انا مش متاكد من المعلومه دي 100%. الفيلم بيتكلم عن بطولات الجيش المصري، وبيتكلم برضو عن ال21 اللي ماتوا في ليبيا، مش عايز اقول بطريقه تانية عشان اليوتيوب ما يحذفهاش، بس لغايه دلوقتي احنا مش متاكدين 100% من انه نازل. بس كده هي دي قائمه افلام عيد الفطر اللي نازله في السينمات. ما اعرفش هل في هينزل افلام تانية، لان كان في تقريبا فيلم من بطوله بيومي فؤاد بيقولوا انه نازل برضو في العيد، وفي فيلم تاني لاحمد الفيشاوي بيقولوا انه نازل في العيد، بس ما شفتهمش من ضمن القائمه الرئيسيه اللي بتنشرها كل المواقع والجرايد. تعال بقى نخش على الافلام الاجنبيه برضو اللي ممكن تتفرج عليها في السينمات. هو فيلم واحد، فيلم كونغ فو باندا الجزء الرابع، نازل في السينمات ان شاء الله في مصر والسعوديه، هو اوريدي نزل اصلا فتقدر تتفرج عليه. في فيلم شباب البومب برضو نازل في السينمات السعوديه بالاخص، وهو فيلم مقتبس من المسلسل اللي اتعرض في السعوديه على مدار 12 موسم كامل بنفس الاسم، شباب البومب. في فيلم اكشن قوي جدا 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 برضو نازل في السعوديه حصريا ليهم في افلام العيد، كانوا بيعملوا له اعلانات
كتير جدا، مش متذكر الاسم، هحط لك البوستر هنا جنبي هتشوف عليه الاسم. فيلم اكشن جون ويكي، قريب جدا من ستايل جون ويك في الاكشن، ونازل للسعوديين بس في السينمات بتاعتهم. وبصراحه ما اكذبش عليكم، لو كان نازل هنا في مصر كنت انا هتفرج عليه تلقائي وهطنش اي فيلم تاني. طيب تعالى بقى نخش على الافلام اللي نازله في المواقع. اول فيلم معاك يا معلم، واضخم فيلم واحسن فيلم وتقريبا من افضل الافلام اللي شفتها في حياتي ومن اعظم الافلام في التاريخ، فيلم دون الجزء الثاني، لازم تتفرجوا عليه. ملحمه من الخيال العلمي قريبه من ستار وورز الاو جي، افلام ستار وورز القديمه اللي هي دارث فيدر والكلام ده كله، معموله بقى بستايل حديث من اخراج مخرج عبقري اسمه ديني فيلونيوف تقريبا لو نطقت اسمه صح. فيلم اسطوري ملحمي قوي جدا، اللي عنده اي حنكه سينمائيه نفسه يعمل حاجه زي دي، نفسه يقرب من الجوده دي، من العمل ده، لانه فعلا عمل محترم جدا ويعتبر طفره في فئه الخيال العلمي. طيب باقي الافلام اللي انا هتكلم عليها دلوقتي دي هي افلام نازله في شهر ابريل، في منهم هينزل في العيد وفي منهم لا. طب اني افلام هتنزل في العيد معرفش، انا هقول لك الافلام اللي نازله في شهر ابريل، وانت يا معلم يا رب على يكون حظنا حلو والافلام كلها تنزل في العيد. اول فيلم معانا هو فيلم فوي فوي فوي، بطوله محمد فرج ونيلي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي. الفيلم بيتكلم عن واحد شاب بيشوف بينضم لفرقه عميان عشان يستغلهم ويسافر بره مصر ويحقق حلمه بقى في الهجره بره البلد وانه يشتغل بره بعد ان ضاقت بيه الاحوال. الفيلم حلو، كان يعتبر افضل فيلم مصري اتفرجت عليه السنه اللي فاتت في السينمات، وكان الفيلم المصري الوحيد اللي مصر قدمته لجائزه الاوسكار. هو ما ترشحش بس اتقدم. فيلم محمد فراج عمل دور جامد فيه، وطبعا انصحكم ان انتوا تتفرجوا عليه. تاني فيلم معانا هو فيلم وش في وش من بطوله محمد ممدوح وامينه خليل. الفيلم بيتكلم عن العلاقات الزوجيه في اطار كوميدي رائع، عباره عن اتنين بيحبوا بعض بيقرروا في وهله كده او زي ما تقول خناقه كده بتنفجر، والاتنين بيقرروا ينفصلوا، فاهالي ده بيشتركوا واهالي ده بيشتركوا، والاتنين بيقعدوا مع بعض بيناقشوا العلاقه الزوجيه بما فيها من حب وحنان، وبرضه فيها مشاكل كتير، بس هل المشاكل دي تستحق انهم يسيبوا بعض ولا هم ما يقدروش يستغنوا عن بعض؟ تالت فيلم معانا هو فيلم ابو نسب من بطوله محمد امام وماجد الكدواني وياسمين صبري. الفيلم بيتكلم عن شاب زي ما تقول متعلم في حاله ماشي جنب الحيط، بيحب بنت، بيكتشفوا بعديها ان ابوها تاجر عصابه. فيلم كوميدي اكشن لذيذ ارشحه لك برضو. الفيلم اللي بعده هو فيلم العميل صفر، فيلم الاكرم حسني، برضو فيلم اكشن كوميدي، اقل سيكه من ابو نسب، ما عجبنيش قوي مش هكذب عليك، بس من الافلام العيد اللي نازله في المواقع، وللناس اللي بتحب اكرم حسني برضو الفيلم ده ممكن يعجبهم. اخر فيلم معانا وكان من افضل افلام الكوميدي اللي اتفرجت عليها في بدايه السنه هو فيلم الحريفه من بطوله نور النبوي وكزبره. فيلم بيتكلم عن شاب من طبقه غنيه جدا، فجاه ابوه بيفتقر مره واحده او بيخسر شركته، فبيضطر ينزلق وينزل للقاع للطبقات الفقيره، ونشوف اختلاف الثقافات، اختلاف الافكار، اختلاف الشخصيات والكلمات والمصطلحات الغريبه اللي ما بينهم، ومع ذلك هما الاتنين بيجمعهم حاجه واحده بس، الشغف وحب الكوره. فيلم حلو، كزبره هيقتلك ضحك في الفيلم ده. نور النبوي عمل مشاهد جميله جدا من الممثلين اللي انا متنبئ ان شاء الله انه هيعلي كمان على ابوه، هيعمل حاجات حلوه كتير ان شاء الله الفتره الجايه. هو فيلم شبابي في الاول وفي الاخر، وكل الجهود الشبابيه اللي فيه جهود محترمه جدا وتستحق انها تتشاف. ومعانا بعديها فيلم على الزيرو من بطوله محمد رمضان. فيلم اتفرجت عليه في السينما، عجبني جدا الصراحه ما اكذبش عليك، لانه مختلف عن طابع محمد رمضان الاكشن البلطجه اللي هو بيعمله دايما في مسلسلات رمضان وفي الافلام. هو فيلم لذيذ مختلف شويه عنهم، في قصه شاعريه نوعا ما، في لحظات مأساويه بالذات علاقته بابنه المريض، مختلف شويه عن افلام محمد رمضان بس مش احسن حاجه عملها. اخر فيلم معانا هو فيلم رمسيس باريس من بطوله هيفاء وهبي ومحمد سلام ومصطفى خاطر وحمدي المرغني. الفيلم ده ما اتفرجتش عليه مش هكذب عليك، ما اعرفش عنه اي حاجه. في ناس كتير دخلت السينمات عجبها الفيلم، وفي ناس تانية ما عجبهاش، وفي ناس قالت انه عادي يعني ممكن تتفرج عليه لو عدى قدامهم كده، مش انهم يروحوا بمخصوص يدفعوا له فلوس وتذكره والكلام ده كله. الفيلم كده كده نازل في المواقع ان شاء الله، تقدر تعدي عليه، ما عجبكش خلاص طنشه، انت مش خسران حاجه. وبس كده تنتهي قائمتنا الافلام العيد ان شاء الله في مصر والسعوديه والدول العربيه تقريبا. هي دي الافلام اللي نازله. قول لي يا مان انت متحمس ليه؟ هتتفرج على ايه؟ هتخش ايه في السينمات ولا مش ناوي تخش سينما اصلا وتقعد في البيت وتتفرج من على المواقع؟ وايه الفيلم اللي ناوي تتفرج عليه ان شاء الله في المواقع؟ بس كده، قول لي رايك في الكومنتات، وكالعاده ما تنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل لي فولو سريع على الانستا، وبيس.